البرح الاحمر نزل في الاسواق اخر كام سنه صنف جديد اسمه مسمينه البرح الاحمر. تعالوا نتكلم ايه اسباب التغير اللي ممكن تحصل تخلي البرحي من اصفر لاحمر. بصفه عامه النباتات لو اتكلمنا عن اسباب التغيرات اللي بتحصل ليها بتبقى عاده بسبب مثلا طفرات او بسبب ان هي انتجت صنف كويس فابتدينا عملنا له اكسار مثلا وابتدينا حسنا منه وانتخبنا منه، زي ما بيحصل مثلا في الموز. اتفرجوا على الموز كان ايه وبقى ايه. او في بعض الاحيان بتبقى بسبب مثلا اصابات زي ما حصل في ازهار التيوليب. ازهار التيوليب كانت لها اصابه فيروسيه انتجت الوان وتحركات واشكال جميله جدا زادت من قيمتها، والناس عملت لها اكسار بعد كده وكملوا في هذا النهج. يبقى دلوقتي انا لو قدامي اي نخله وعايز اعرف ايه نوع النخله دي، فاحنا بنبص على الصفات والشكل العام بتاعها. يعني بنبص على شكلها، شكل جريدها، شكل العراجين بتاعتها، الثمار، الخشب بتاعها شكله ايه، الليف لونه، الكلام ده كله لازم كل الكلام ده بناء عليه. لو اختلفنا بالحاجات دي يبقى دي نوع مختلف عن الصنف المتعارف عليه. لما نيجي نبص على النخله البرحي، طبعا احنا زي ما احنا عارفين جذع ضخم، جريد طويل زي ما شرحنا الفيديو اللي فات. لما نيجي نتكلم بقى عن البرح الاحمر فلازم نقارن بين شكل النخله. طبعا للاسف شكل النخله مختلف، مفيش دي نخله طول مختلف وجريد مختلف والوان مختلفه، لكن الثمره بتاعتها جميله ومكبكبه كده شبه البرحي ولونها احمر جميل. وده طبعا كان حاجه جميله وجذابه ان انت تنزل حاجه جديده للسوق. ويقال ان بدايه الموضوع ده كان تجار تايلانديين استوردوها من العراق تقريبا ودوها لتايلاند، ولما دخلوها السوق راح قال لك ده برحي احمر، وخدت صيته من ساعتها منتشر بهذا المسمى، حتى وان كانت هي المفروض ان هي حاجه مختلفه عن البرحي ونخله مختلفه عنها. تصنيفيا يبقى ايه البلحه دي؟ البلحه دي غالبا صنف اسمه الجوزي الاحمر، وده مجموعه من النخيل وليها صفات وراثيه مختلفه عن البرحي خالص، بس هي ما شاء الله جميله وجذابه ورائعه الحمد لله. وان شاء الله باذن الله هتدخل برضه السوق، ونتوقع لها باذن الله نجاح وهيبقى عليها طلب لانها مميزه ومنتج جديد. ودايما الناس البايونيرز اللي بيدخلوا بحاجه جديده ان شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم باذن الله. المهم يا رب اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى اكون افدتكم. ولو في بقى عندكم اي استفسارات ما تنسوش تكتبوا لنا تحت في الكومنتات او تبعتوا لنا على رسائل الصفحه، وان شاء الله نكون في خدمتكم. ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده بقى، ونراكم في حلقات قادمه باذن الله. يلا اي خدمات، السلام عليكم.